لصالح النادي المصري، ينجح في الحصول عليها اللاعب احمد عثمان بليا القادم من نادي المريخ، وضربة جزاء صحيحة يحتسبها حكم اللقاء مدحت الحوفي. شوف معاه الاعادة على طول كده بالخبرة، ينجح احوي ومواجهة مع محمد العقباوي، داخل احمد شديد والى داخل المرمى، الى داخل المرمى. يا ولد يا ولد يا ولد، لعبها حلوة قوي احمد شديد، على طول العقباوي راح في الزاوية اليسرى حطها له في منتصف المرمى تماما. هدف التقدم للنادي المصري يحرزه اللاعب احمد شديد قناوي، ثاني اهداف هذا اللاعب هذا الموسم، له هدف جميل في مرمى ناديه السابق النادي الاهلي في المباراة اللي انتهت هنا في بورسعيد بفوز النادي المصري بهدفين للا شيء. اذا بداية رائعة للنادي المصري في هذا اللقاء. هدف التقدم يعاد امام حضراتكم من ضربة جزاء احرزها باقتدار اللاعب احمد شديد قناوي الذي يعيد اكتشاف نفسه مع النادي المصري هذا الموسم. نتابع ردة فعل حسن مدير الكرة في النادي المصري، اما حسام فواقف على الخط في المنطقة الفنية. كيرا، محمود عزيز لصامويل كيرا المنطلق في الجبهة اليمنى، يلعب عرضية حلوة وتتجاوز الجميع وتيجي من الغريب ولا تجيش منك، تيجي من الغريب ولا تجيش منك يا محمد يا حافظ. محمد حافظ بطريق الخطأ يحرز هدف في مرماه، هدف يأتي من نيران صديقة، وادي جورج وهو بيقول له تيجي من الغريب ولا تجيش منك يا محمد يا حافظ. محمد حافظ بطريق الخطأ، عرضية صامويل كيرا تتجاوز المهاجمين، ولكن محمد حافظ يخطئ في تقديرها ويطيح بها الى داخل مرماه لتعلن عن هدف التعادل لنادي المقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول. تصبح النتيجة التعادل الإيجابي 1-1. ادي على طول محمد حافظ ينوب عن مهاجمي نادي المقاولون ويحرز هدف التم. يلعب الأمامية في اتجاه صلاح مارادونا، مفيش تسلل، صلاح داخل منطقة الجزاء، حلوة الترقيصة، هو جول صلاح والهدف الثاني، الهدف الثاني للمقاولين. الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. ايه يا عم صلاح مارادونا ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ استلم داخل منطقة الجزاء 10/10، عمل المراوغة المجدية الرائعة للاعب بهاء ابراهيم، سدد بالقدم اليمنى في الزاوية الضيقة، تتهادى الى داخل الشباك وتعلن عن تقدم المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد. شوف الاستلام الرائع، شوف الترقيصة الحلوة، شوف التسديدة الأحلى إلى داخل مرمى النادي المصري. سبحان مغير الأحوال ومبدلها من حال إلى حال، من تقدم للنادي المصري بهدف لا شيء إلى هدفين في 3 دقائق لنادي المقاولون العرب. هدف في الدقيقة 45، حائط بشري من أحمد بدوي وخالد يسري، داخل وجيه يلعب كرة عرضية وجيه، ودي ضربة راس جميلة وهدف التعادل. هدف التعادل احمد عثمان بليا، ضربة راس جميلة لهذا اللاعب احمد عثمان بليا يحرز هدف التعادل للنادي المصري. تصبح النتيجة 2-2. عرضية رائعة من وجيه عبد العظيم، يقابلها على ايم البعيد حسب الميعاد احمد عثمان بليا بضربة راس على يسار الحارس محمد العقباوي، تعلن عن هدف التعادل للنادي المصري. 2-2. أسفرت التغييرات الهجومية عن هدف التعادل، وجيه عبد العظيم يصنع هدف التعادل للنادي المصري ويحرزه اللاعب احمد عثمان بليا. شوف معايا الاعاده، ادي العرضيه الجميله ودي ضربه الراس القويه على يسار الحارس محمد العقباوي. 2-2. مباراه رائعه حتى الان، ما زالت الاحداث ساخنه.